السلام عليكم، اهلا بكم كل متابعيني على قناتي على اليوتيوب ابداعات ندى. في ناس طلبت مني ان انا اعمل لهم البصل ازاي يطلع كريسبي وناشف عشان نحطه على الكشري او نحطه على العدس او نحطه على اي وصفه عندنا، ازاي يعمله ناشف ومقرمش زي بتاع المطاعم. طبعا الفكره بسيطه جدا، بس انا حبيت اوريها لكل اصحابي اللي طلبوها مني. اول حاجه بجيب عندي البصل، طبعا انا قطعته وغسلته، بعدين اقطعه كده بالشكل ده. تقطعيه جوانح زي ما انت عايزه تقطعيه شرايح، قطع صغيره او شرايح، مش هتبقى زي ما تحبي، الطريقه المفضله ليكي بتقطعيه بالشكل ده. كده انا خلصت تقطيع البصل. طب ازاي بقى اطلعه ناشف وكريسبي ويطلع مش طري معايا لما احمره؟ طريقه بسيطه جدا. بجيب معلقتين دقيق ومعلقه نشا، بخلطهم مع بعض. اقلبهم كويس وبحطه على الدقيق بالشكل ده. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، قلبته كله في النشا والدقيق عشان يتغلف كله بالنشا والدقيق، لان ده اللي هيعمل لي طبقه على البصل ويخليه يطلع معايا كريسبي وناشف وما يبقاش طري ولا يشرب في الزيت. هسيبه 5 دقايق بس يشرب كويس من الدقيق، وبعدين نحمره مع بعض في الزيت عشان نشوفه هيطلع عامل ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا حطيت الزيت على النار، هولع عليه دلوقتي عشان اول ما يسخن احط فيه البصل. طبعا زي ما انتم شايفين هنا الزيت سخن معايا كويس جدا. لازم طبعا ان هو يسخن كويس جدا عشان لو هو مش سخن البصل هيشرب معايا الزيت ومش هيطلع ناشف، مش هيطلع كريسبي، هيطلع طري. فهو دلوقتي الزيت سخن كويس جدا. هنزل بقى بالبصل. كده انا نزلت بالبصل كله، هسيبه بقى لحد ما ينشف معايا وياخد اللون الذهبي الجميل اللي انا عايزاه، ونشوف بقى لما يحمر هنطلعه. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده وصلت للون الذهبي اللي انا عايزاه. هطفي بقى النار كده وابتدي اطلعه عندي عشان مش عايزاه يحمر اكتر من كده. طبعا بجيب ورق مطبخ، ورق نشاف، هطلع عليه عشان يصفي لي لو في اي زيت ينزل في الورق المطبخ ده اهو. طب بالنسبه للزيت ده بقى انا عندي فكره جميله جدا بستعمله فيها. الزيت ده بقى بنكهه البصل، بقى فيه طعم البصل جميل جدا. بعمل بيه بقى الرز بتاع الكشري، وممكن احمر بيه الشعريه لو انا هعمل الشعريه منفصله، وبعمل بيه منه الصلصه وبستخدمه بقى في الاكل. بيبقى جميل جدا لان فيه نكهه البصل، فبيطلع بيخلي طعم الاكل يطلع جميل معايا جدا. طبعا الزيت كان نضيف، انا استعملته مره واحده بس، فمش مقلي بيه كتير عشان الناس اللي تقول لي مثلا ايه ده قلينا بيه ما ينفعش نستعمله في الاكل. لا، هو زيت نضيف وانا قليت بيه، استخدمته مره واحده بس، وبالتالي ممكن استخدمه عادي جدا في الطبيخ. شايفين يا حبايبي؟ هو ده بقى البصل بعد ما طلعناه وطلعناه على ورق مطبخ ونشف معايا.
طبعا ناشف وكريسبي جدا، شايفين سامعين الصوت؟ ناشف جدا وكريسبي واحلى من اللي في المطاعم كمان. اتمنى تجربوه ان شاء الله يعجبكم، واستنوني على قناه ابداعات ندى، فيديوهات كتير جديده ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك على القناه، ولو في اي كومنت او اي طلب محتاجينه اكتبوه لي في التعليقات، وان شاء الله انفذه لكم باذن الله. واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.